النهارده شفنا الاهلي بيقدم افضل مستويات وعكس المباريات اللي فاتت. حابب اعرف حضرتك اشتغلت على ايه ابرز نقاط الضعف اللي اشتغلت عليها في النادي الاهلي؟ شوف طبعا الاهلي بيمر بمرحله صعبه، ضغط المباريات مفيش شك واخد منه ان كل 3 ايام او 4 ايام فده ضغط كبير جدا، يعني الله يكون في عون اللعيبه ومشفق كتير عليهم من الاصابات. ضغط المباريات المتتاليه، وبعدين هو مطالب ان هو يحقق انتصار عشان يلحق المنافسه. فطبعا كون هو اعتقد التفكير الاول للجهاز الفني انه المباراه دي مباراه تجاريه، يعني احراز ال3 نقاط في المقام الاول، لان هو محتاج ان هو زي ما قلت لك يرجع للمنافسه في عدد المباريات اللي هي متاجله او المباريات الاسابيع. فانا اعذرهم، ويمكن العامل اللي احنا عملنا عليه مفيش شك طبعا هو عامل ارهاق. لسه الاهلي لعب مع انبي ولعب قبليه مع سيمبا في وقت قصير جدا جدا، فالعامل ده احنا عملنا عليه بشكل كويس جدا، ويمكن احنا لنا تفوق في الشوط الثاني نظرا للعامل ده.